الأغاني كلها طول عمرها بتتكلم عن الحب. كل حاجة تقولك الحب والمحبة عاملة ازاي، وانا بحبك وعينيكي ورموشك ومعرفش ايه. وبعدين ابتدوا يقلبوا الايام دي بقى على ايه، انتي وحشة، انتي لو مشيتي امشي في مش عارفة ايه، وهي تقول له روح معرفش ايه. يعني ابتدوا يردحوا لبعض شوية في الاغاني. بس دلوقتي هنتكلم عن ايه هي المحبة اصلا، يعني ايه حب. مثلا اتنين هيتجوزوا، فهي تقول انا بحبه قوي، او هو يقول انا بحبها قوي، انا ما اقدرش اعيش من غيرها، او هي تقول ده هو ده اللي انا اخترته. يعني ايه حب؟ انا عارفه الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير قوي، او الناس كلها اتكلمت فيه كتير قوي، بس ده عمود اساسي من الاربع اعمده بتوع العلاقات الصحيه. المحبه، الحب. يعني ما ينفعش ناس تتجوز من غير يبقى عندها حب. يعني على قد ما في ناس بتتجوز بس عشان بتحب بعض، لكن ما ينفعش ناس تتجوز او تخش في علاقه وهي مش بتحب بعض، لانه حاجه اساسيه قوي، مهمه قوي. الأول قبل ما نتكلم يعني ايه حب، خلينا نقول هو الحب ده حاجة إرادية ولا حاجة عاطفية؟ يعني هل هي مشاعر أنا بتجيلي كده وأحس إن أنا حبيت فلانة استريحت لها مثلا، أو حبيت الشخص ده مشاعري راحت له، أو حسيت إن أنا بحب ابني أو بموت فيه أو عايزة أحضنه، عايزة أطبطب عليه، أو بحب بنتي عايزة أطبطب عليها. كل دي مشاعر حلوة، ومن ضمن المشاعر هي الحب والمحبة طبعا. بس كمان المحبة ممكن تكون إرادية. إزاي؟ يعني مثلا لما يسوع في الموعظة على الجبل قال أحبوا أعداءكم، في كذا حتة تانية كتير، وفي يوحنا بيقول لو ما حبيتش صاحبك اللي انت شايفه أو الإنسان اللي انت شايفه بقى ازاي تحب ربنا. وفي حتت كتير قوي قوي بيتكلم على المحبة على إنها حاجة أنا ممكن أعملها بإرادتي. يعني ايه حاجة انا ممكن اعملها بارادتي؟ المحبة انه انا اشوف اللي قدامي، ان انا اشوف البني ادم اللي قدامي، مش ان انا ابقى بس عندي مشاعر ناحيته. انا عارفة ان انا بحب جوزي، انا مقررة ده، انا حبيته بمشاعري واحنا مخطوبين، ومخي كمان حبيته، لاني انا قبل ما اتجوزه احنا عارفين احنا بنحب بعض ليه، احنا عارفين احنا بنحب في بعض ايه. انا عارفه المحبه الحقيقيه هي ان انا ابقى شايفه الشخص بمميزاته وعيوبه، بس انا وزناها جوايا وحاسه اوكي انا تمام مع الباكج دي على بعضها كده. انا بحبه، بحب فيه كذا وكذا وكذا وكذا، كذا وكذا وكذا نقط ضعفه، بس اوكي انا قادره اعيش مع الحاجات دي زي ما هو كمان قادر يعيش معايا. ما هو انا مش ملاك، يعني هو انا مش الانسان الكامل المتكامل اللي مش بيغلط. فهو عارف مشاكلي وعارف مميزاتي، وانا عارفه مشاكله وعارفه مميزاته، واحنا الاتنين حابين بعض زي ما احنا كده هم. فده جزء من تعريف المحبة، ان انا احب الشخص زي ما هو. طب لو هو ضايقني، يعني هو دلوقتي احنا صحينا الصبح اتخانقنا، فخلاص كده ما بحبوش؟ لا، انا بحبه. انا عارفة ان انا بحبه، عارفة بإرادتي، عارفة بمشاعري ان انا بحبه. فهعمل ايه؟ فلان انا بحبه انا هكمل اتعامل معاه على اني بحبه. صحيح هقول انا غضبانة، صحيح هنتكلم في الحاجة اللي مضايقانا، صحيح وده قصة تانية خالص مش هنتكلم فيها دلوقتي، لكن في نفس الوقت انا بحبه، انا عارفة ان انا بحبه. دي إرادة، ده قرار، ده مش مشاعر بتاخدني وتوديني. مش كنت بحبه وما بقيتش بحبه، هو انا بحبه، انا عارفة انا بحبه ليه. الحاجة كمان في حتة المحبة الإرادية هي زي ما أنا قلت من شوية، هي إن أنا بشوف اللي قدامي، أنا بشوف البني آدم اللي قدامي. فأنا أقدر أحب كل الناس اللي حواليا، مش بس جوزي وعيالي وصحابي وأهلي، لكن أنا أقدر أحب الست اللي أنا بشتري منها حاجة، البقالة، أو الست اللي بتبيع خضار وفاكهة. أقدر أحبها رغم إني معرفهاش خالص وهي ما تعرفنيش خالص، لكن أقدر أحبها بإني أشوفها لو هي مثلا مبتسمة فأقول لها إيه الابتسامة الحلوة دي. بتلاقوا إنه لما بنشوف بعض كده بنحس إن إحنا بني آدمين. هي دي المحبة في أبسط صورها، هي إن أنا أشوف البني آدم، مش إن أنا أبقى شايفة إنه أنا بشتري حاجة مش شايفة البني آدمة دي. أنا مش فاكرة شكلها، حتى مش فاكرة هي عاملة إزاي، ولا مكشرة ولا بتضحك. أنا بس رحت اشتريت الحاجة ومشيت. لكن المحبة هي إن أنا أشوف الشخص البني آدم في عينيه. وده اللي يسوع كان بيعمله مع الناس على فكرة، إن هو كان بيشوفهم، بيبصلهم في عينيهم. هو كان بيشوف الإنسان اللي جوه حتى لو هو في كل العبر.
وهو ده اللي بيساعدني ان انا حتى لو الشخص بيضايقني او حتى لو الشخص بيعمل حاجات تغضبني او عنده ضعفات، انا بعرف احبه لاني شايفة الانسان اللي جوه، انا شايفة الانسان اللي ورا الحاجة دي. فهي دي ببساطة تعريف المحبة، مش عينيكي ورموشك وحلاوتك ولا شعرك، لكن الإنسان اللي جوه الأبعد بكتير من العينين والشعر والشكل.